أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواكر ومن خيوب أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من سواكر ومن خيوب سأدعو بحق وجه الله مغفرة من جملة المناهي تبت له من جملة الصغائر ما لكبائر ومن دمائر غافر لغفر كل ما تقدم وما تأخر وما بينهما فهمني العلم وزدني علما واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كوني بذر كل من يتوب للظاهر بما الغيب قبولا أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وتقبل مني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم كليتي وبارك لي فيها آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل مني بفضلك العظيم ما مضى من المكتوبات وما ياتي اللهم إني نويت أن أشكرك بما تيسر لي من أنواع الشكر وأسألك بفضلك أن تصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تفتح بهما لي ما أغلقت عن أمثالي مع السلامة والعافية آمين 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 رب العالمين اللهم صل على أحب الخلق إليك وأكرم الورى لديك سيدنا محمد صلاة ترضى بها عن خلفائه الأربعة جردا لا سقط بعده وعن جميع صحابته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي بجاهه ما تقدم من ذنبي وما تأخر واعصمني بجاهه من كل حرام وكل مكروه وكل مشكل وكل ما تركته لوجهك الكريم مما لا يخفى عليك واصرفني عنها واصرفها عني وكل ما لم يقدر ولم يرضى عندك لي وليشهد رقيب وعتيد بعد شهادتك أني تبت إليك في هذا اليوم راضيا عنك مستنصرا بك على دفع الخمسة وغيرها من كل ضر وكل شر وكل سوء عني في الدنيا والآخرة قائلا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأني أقبلت إلى الله تعالى بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم متزودا بالفقر والتضرع إليه والذل والاقتباء أني لله تعالى وحده لا شريك له ولرسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الكتاب العزيز والسنة المطهرة والإجماع المعصوم طالبا منه وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير أن يصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأن يحول بيني وبين الشقاوة وغضبه وسخطه ومقته ومكره وعذابه وحسابه وطرده وحجابه وأهلها وأسبابها في الدارين وكل ما لا يرضاه أن يقيمني في محبته ورضاه ورحمته أبدا
وأن أصلي على حبيبه هنا وأقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاتك الذي صليت عليه، وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلامك الذي سلمت عليه، واجزي عنا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما خلقت مطلقا، وصل على سيدنا محمد عدد ما تخلق مطلقا، صلاة بسلام أزملان آله وصحبه وتسدني بهما بأني أحببتك ورضيت عنك وجعلت كليتي وديعة لك أبدا، وترزقني بهما أن لا أحب شيئا سواك أبدا، وأن تجعل بهما حبي وبغضي فيك، وتعصمني بهما من كل مكر وكل شقاوة وكل سدراج وكل غرور. آمين 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 رب العالمين. من هذه الساعات إلى دخول الجنة وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم إله ابتدى محمد مقاله وذا الجلال يحمد. بسم إله ابتدى محمد مقاله وذا الجلال يحمد. وفق رب الورى وسدد وحاده عن الأذى وأيد. قيدت نفسي بالكتاب والحديث لا توبة وفارقت الخبيث. وسرمدا منه أعوذ بالجليل ومن ركعاني إلى خير جميل. فارقت بالله لا بنفسي عبد الله يخدم خير الإنس. عبدا لربي بما يرضاه أخدم عبد الذي طواه. عبدا لربي بما يرضاه أخدم عبد الذي اصطفاه. وسيلتي وجنتي وجنتي فريضتي نافلتي وسنتي سيدنا شفيعنا محمد عليه سرمدا صلاة الصمد. ما سلامي بكل الآل وساب من غدا لهم مآلي. صلى وسلم الذي اصطفاه عليه بالآل ومن قفاه. وليا كان سمدا في كل ما دخلت فيه واداني كرما. من هذه الساعة للوفاة وطيب الموت مع الحياة. بريد من حولي ومن قوتي بمالكي والمصطفى قدوتي. صلى عليه ربه وسلم بالآل والصحب وقصدي تمما. أقول والله على قول الوكيل ونية العمل بالذي يقول. الله ربي وولي أبدا يسرع عني كل من تمردا. ثم كتابه إمام وهدى ورحمة ليونا ثم غدا. وعبد رسول محمد وسيلتي إليه نعم السيد. صلى عليه بجميع الآل وبالصحاب بسلام عال. وجاد لي بما يفوق ظني من المواهب وعلى شأني. فكان لي وبسر البرايا
رؤيتي وساق لي بشرايا وفي أفناني بلا التفات وقضى عني جملة الآفات وليحبب جميع المسلمين وليسخر جميع المشركين أتلا وإنني مغترب أما على نحوي مشرق ومغرب بالحب والتكريم والإعانة وتوقع إلى العيد الإهانة وأنا كان عنده مقربا مفضلا عبدا على تأدبا وأن تكون جملة البلدان عوني على الطاعات في الأزمان وأن أكون عند عبده الرسول كآله وصحبه في نيل سول تبدي إليه جل ذات غربي مما جنيت لسوء الأدب من اعتقادي ومقالي والعمل وكل ما صدر مني ذا خلل معتصما بالله والرسول مع كتابه بلا فضول عدلا والقلب مني يوقن وأحسن الظن به وأؤمن سعادة دائمة وعصمة مما يضر وازدياد النعمة وأن يكون كل ما مني صدر عبادة مقبولة بلا كدم وأن أفوز برضاه الأكبر فيما بدا مني وما لم يظهر وكن عقدي ومقالي حقا وأن هوذ بصرا وعتقا وأمنا ورغدا وأن أكون من الذين من عذاب يامنون وأن أكون فرحة الملائكة عليهم أزكى سلام المالك وأن أكون تحفة العباد وتحفة الطلاب والدهاد وأن أكون فوز كل سالك وكل ذي تعلم وناسك أفراد الرسل والأنبياء والعلماء وبشر الأولياء وأنا كن عند خير الخلق كآله وصحبه بسبق وأنا كن عنده كالولد وأنا كن بزر كل بلد وأن تكون جملة أصحابي وآله في أبد أحبابي وأن تكون جملة الأصحاب بآله في أبد أحبابي وأن أفارق جميع عيبي أدعو رافق رجال الغيب وأنا أفوز بوراثة السند بنفع ذي قرابة وذي بعد وأن يدام مدحو أحبني من ذهب وفدة وإبلي وسرمدا صل عليه بسلام بآله وصحبه يا ذا الأنام وجل عيني حاضرا وظاهرا وجل فؤادي صافيا وطاهرا بجاجي صلى عليه الله بالآل وصحب ومن والاهم وأنت يا ربي على ذاك قدير وبإجابتي تكرما جدير يا ربي جدي بالإجابة ونام ما لي سواك عاونا ولا غنام قضني عن الأسواء والأقدار في هذه الدار وتلك الدار إليك أسلمت فذكي نفسي وليسق ما كل عنه جنسيا أسلمت وجهي إليك ناويا كوني محسنا لرشد خاويا تبكي إليك اليوم ذا غراب وقد زمامي لجل قراب
تبت إليك اليوم ذا خمول وردني للأهل بالمامور بدو جزاء جملة النصارى بجد من بقاد الأنصارى باعتداء وحراما بسنن وبحلال فتكن لي بالمنن جد لي بالتفسير والسلام دنيا وبرزخا وفي القيام فبعد ما أهوى بما أرضاك فهب لي السكون في رضاك وجهت وجهي إليك بايعا ما بعد ولا يكون راجعا إلي بل أمضيتها من يومي وأرجدي كوني مثل القوم أمضيت بيع سرت يوم سبتي في رجب مسيرا كالجبدي أمضيت بيع السر يوم السبت في رجب مسيرا كالجبدي وإلى الله عاقبة الأمور الوهاب الفتاح الرزاق النافع الواسع سبحانه وتعالى وجادني الإله ذات برئي من قوة وجهي بلا تجرؤ إلي جلت بعام جيسشي عاما قضى بحفظه مسوسي لا بقائي دون موت ماضيا بذكر الحكيم عنه راضيا يقيني القرآن والحديث أو الذي يدعو له الخبيث الله ربي لا إله غيره وجاني منه تعالى خيره له تعالى سمد الكلية ولا أزال تائبا من فريتي لو مسيري مع البحور وأرتج الأوبة ذا أجور هو ولي ورجوت منه كوني رضيا ورضيت عنه أن يكتبا حيا رقيب وعتيد وتصدى لي عند ربنا الشهيد إني أقول بلساني كاتبا بقلمي ولا زال تائبا قولي لا إله إلا الله محمد أرسله الإله بالله آمنت وقد رضيت به وعنه وبي غنيت تكتب كواني لو مع كتاب وللنبي بالحديث من عتاب أجل خير صلاة بسلام للمتبع بالآل والصحب الكرام له قدامي خائفا وراجيا ولا أزال من عيوبي باكيا منه رجوت مواعيبي كله وأنا كون ناجيا بفضله وجود وجهي له مفوضا أمري إليه راجيا منه رضا ربي استجب لي وسلني بسلام على النبي بالآل وصحب الكرام بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم واذكروني أذكركم واذكروا لي ولا تكفروني لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الحمد ولك الشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إن ذنون عبدك ونبيك دعاك من ضر نصابه وناداك من بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
وإنك قلت فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وإني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك أدعاك للضر ناسبني وأقول كما قال يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجب لي كما استجبت ليونس عليه السلام ونجني من الغم كما نجيته فإنك على كل شيء قدير وإنك لا تخلف الميعاد اللهم إني أسألك بحق هؤلاء يمليخا مكسرين مسلين مرنوس دبرنوس سادنوس كفست طيوس قتمير أن تصلي على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتسلم صلاة وسلاما تزرف عني بهما إبليس وكل ضر وكل ما تركته لوجهك الكريم وكل سر وكل سوء في الدنيا والآخرة وتجمع به ما بيني وبينها صلى الله تعالى عليه وسلم ما كل ما أحببته في الدنيا والآخرة وأن تجعل مكتوبي هذا مفتاح السعادة كلها ومغلاق الشقاوات كلها عني اللهم إني تبت إليك بهذا المكتوب من التدبير معك مكتفيا بك في كلتا حالتي الدفع والجلب مفوضا أمري إليك به وأقول حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر لي بجاهه ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل مني بمعد فجره جميع ما كتبته في زبري وفي حضري وابلي ملازمة كتابك بالتلاوة والعمل به والقيام به وملازمة خدمة عبدك ورسولك صلى الله تعالى عليه وسلم واجعل بجاهه سفري هذا كأسفار أوليائك الأصفياء في الانتفاع والنفع وسجلي فيه وفي وطني وفي حياتي وبعد مماتي بأن أرجل بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن أنيسا وبالكعبة قبلة وأني اتخذت الله تعالى وليا وإبليس عدوا والمصطفى واسطة والمؤمنين أخوة وجميع أولياء الله تعالى أحباء ورفقة وجميع المشركين أعداء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما تخرج بهما من قلبي حب ما لا تحب أن أحبه حتى أكون لك حقيقة العبد بلا واسطة وحقيقة القديم له صلى الله تعالى عليه وسلم بلا واسطة وادخل في قلبي حتى أكون لك حقيقة العبد بلا واسطة وحقيقة القديم له صلى الله تعالى عليه وسلم بلا واسطة وادخل في قلبي حب كل ما تحب أن أحبها بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين 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 رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه صلاة أجعلني بها لك ولرسولك وللمؤمنين مع كتابك وحديثه صلى الله تعالى عليه وسلم وسلم لي بآله وصحبه سلاما نسلم لي به من مخالفة ما تحب وترضى أبدا اللهم يا قريب يا مجيب تقبل مني هذا المكتوب وغيره من كل ما كان قبله وكل ما يأتي بعده بفضلك وجاه رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أحمدك وأشكرك حمدا
وذكرا دائمين على نعمك التي تهدى إلي دائرا وباطنا فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاتك التي صليت عليه وسلامك الذي سلمت عليه وبركتك التي باركت عليه وعلى آله وصحبه وتقبل مني بجاهه هذا النظم وهذا النثر واجعلهما مرضيين عندك وبارك لي فيهما واجعلهما حقا عندك وسدي في حياتي وعند وفاتي وبعد مماتي بما فيهما اللهم إني منصرف إليك في هذا اليوم بكتابك العزيز واجعله لي إماما وهدى ونورا ورحمة اللهم إني مقبل إليك بوسيلتي إليك عبدك ورسولك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قديما له صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدح والصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم نظما ونذرا حتى ألقاك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وكن لي في جميع ذلك وفي غيرها من جميع الأشياء الظاهرة والباطنة آمين 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 رب العالمين اللهم إني نويت شكرك بكل ما قدوم قبل اليوم لوجهك الكريم وبارك لي فيما غاب منهم وما حضر وسجني بأني نويت أن لا أمد يدي في بقية عمري إلى سواك بشهادتك وكفى بك شهيدا يوم الأربعاء بعد يوم الأحد عام ديسة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واجعل سفري كالحج والعمرة والجهاد بركة وثوابا بجاهه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم عليه بآله وصحبه صلاة وسلاما يقيمني بما من هذا اليوم في متابعته في العقد والقول والفعل آمين 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 رب العالمين اللهم إني تائب توبة نصوحا إليك بكتابك همعاني به جملة الذنب والوصم اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأني رضيت عنك غاية الرجوان وبذلك سرعت أعبدك بكتابك العزيز تضرعا إليك وشكرا فيسره بلساني ويسره بلساني مع إدامة الصلاة على حبيبك الذي هو أحب الأحباء إليك وإني أخاتب الكريمين الكاتبين بيا خليلي أطلب لي من عند الله تعالى أن يشغلني بما يعني قولا وفعلا وإرادة وأن تنصروكم في الدين فعليكم النصر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه توبة ظالم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقل أيضا وقولك الحق ووعدك الصدق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
فقل داعيا وقولك الحق ووعدك الصدق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فقلت لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الضعيف بين يديك داعيا بأسمائك الحسنى مصليا بها على وسيلته إليك امتثالا لأمرك وإيقانا بوعدك فقال وأنت خير من يتوجه إليه قائل بالمقال بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تتقبل بها دعوتي هذه ودعوات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات من كل ما تطلب السلامة منه في الحياة وبعد الممات آمين 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 رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأسألك بفضلك وجودك وكرمك وبجاهك عبدك ورسولك أن تصلي عليه بآله وصحبه صلاة بها تتقبل مني جميع ما نظمته وما نشرته وأن تجعله عندك كجميع التواريخ المقبولة المرضية وأن تسلم عليه بآله وصحبه سلاما تسلم به ظاهري وباطني من اللغو واتباع الهوى وكل ما لا يعني وأن ترجع أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن تفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن ترحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم آمين 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 رب العالمين يا الله الذي لا إله إلا هو صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر لي بجاهي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر للمؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وتقبل مني هذين بسم الإله تائبا مصليا على وسيلتي رجاء الأولياء بسم الإله تائبا مصليا على وسيلتي رجاء الأولياء يا ربنا صل عليه بسلام واقبل به مؤلفاتي في دوام يا ربنا صل عليه بسلام واقبل به مؤلفاتي في دوام جعل دعاء وديعة لديك فخذ زمامي بها إليك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد بآله وصحبه وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين بآلهم وأصحابهم وسلم وبارك على الملائكة والمقربين وعلى جميع عبادك الصالحين ودعا سيدنا أبي بكر الصديق وعن سيدنا عمر بن الخطاب وعن سيدنا عثمان بن عفان وعن سيدنا علي بن أبي طالب رضا لا سعد بعده ودعا جميع صحابة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن أصحاب جميع الأنبياء والمرسلين وعن جميع أئمة دين الإسلام وعن جميع الأولياء الله تعالى اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم
اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلني بها لك وحدك ولرسولك ولكتابك في السر والعلانية وفي الدنيا والآخرة ثم لمن تحب نكون له فيما. وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تسلمني به من كل منهي عنه أبدا وتعصمني به من الحرام والمكروه والمشرك والأعداء ومداهنتهم بما شئت وكيف شئت ومن العود لما تركته لوجهك الكريم بتبديلك لي خيرا منه كيف شئت. آمين 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 رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدخلني بها مدخل صدق في كل ما دخلت فيه وتخرجني بها مخرج صدق في كل ما خرجت منه من الأمور أبدا. وسلم عليه بآله وصحبه سلاما تسلمني به من مخالفتك ومخالفة كتابك ومخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما لا ينتهيان أبدا أجل الذي وابتلوا ما لا ينتهي أبدا أو الذي سماه إخوانه عبد الوهاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بآله وصحبه وسلمني بجاه العظيم من كل ما يسرني أبدا وابلي بجاهه ما يسرني أبدا وكلني بجاهه في كل شيء من الأشياء. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طه وآله وصحبه وطهرني اليوم بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم من جملة الأغيار وهب لي بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم مجاورته في هذه الدار وتلك الدار. آمين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بحق اسمك القادر والواسع أن تصرف عني إبليس وحيله كلها وما والاه من المفاسد وأن لا يكتب علي في بقية عمري الكاتبان ذنبا ولا شيئا لا أحب أن ألقاك به وأن توسع لي فيك وفي كتابك وفي وسيلتي إليك عليه السلام وفي حديثه صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الملك والملكوت. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وجعلنا عبد الأمة وأهله وزوجني بأني رديت عنك رضا لا يمكن التلفظ به ولا صوت بعده أبدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وأن أفارق ما أحببته واغترته ورديته لي أبدا وأن أتوجه إلى شيء لم تحبه ولم تدعو لي وأن يتوجه إلي شيء لم تحبه ولم تدعو لي وقد أعزتني من جميع ذلك قبل عام هجرة في ربيع أول على المنتقى خير البرايا محمد سلامك قليل يا إلهي بحمد أيا ماخيا من قبل هجرة ما أساء لفجل وتكريم ومجد وسودد مدايا كرام أدى قبل الملا وكل ما زول اجتهاد كثيدد هدى بك ربي كل من رام هديه عليك صلاة الله يا خير مهتدي
إدابك لي كنز وجاه ورفعة ومن يطب القرآن مولاك يهتدي سلام الذي علاك يا خير منزل على خير مبعوث إلى الخلق مرشدي سقط عليك الله شكرا يزيدني ومن بك يلقى شكرا يا ذكر يرشدي فلا الذي يدرك يبقى مقلدا إلى الجنة العليا بغير التردد يقيني دكك الدريا ودا محابك ربي دون رد تقددي رباه الذي يدرك رفع مبشر ومن بك يبقي الفوز يا ذكر يسعدي بك الله وعاتاني أمانا من الأذى لدى كل من يدنو وكل مبعد يقعد لي الباقي بك سؤال آمنا ومن بك يبقي النظر يا ذكر ينجدي علمت يقينا أنك الخير والهدى ومن يبقي مجدا خالدا بك يمجدي أرام بك لا جات من خير منزل ولي بك حاجي قد قدا دون مفسدين لغير دعا الدنيا وغرام ضرورة كفاني بلا لقيا بك الله حسدي لي الله يبنى الغيب مهما أردت بك اليوم يا قرآن ربي وفي غدي إذا رمت من ربي بك سولا نلته بك الله صفاني بقاء بأرغدي ورثتك يا قرآن ربي بفجره فمن لم يوافقني لغيري يطردي ودادي لباق أنزل الذكر محكما على من به لم ينحوني ذو تمردي لوجهك عني سن ربي مسلما على خير خلق الله طرا محمدي بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وتقبل هذه الأبيات يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وكنت قبل طبيبي أنت عزي ومفخري أنت جاهي أنت كنزي يا فخر كل لبيب يا رسول الكريم أنت إمامي أنت فوقي تحتي ورائي أمامي يا رسول الكريم أنت إمامي أنت فوقي تحتي ورائي أمامي يا رسول الكريم أنت إمامي أنت فوقي تحتي ورائي أمامي زاد ربي بك اللعين مهينا عن جنابي وكان يبقي حمامي زاد ربي اللعين عن كل شيء قرى لي بمصطفاه همامي وجعل له سمة للمقفى منه خير السلام نعم إمامي يا كتابا كفى العدا والبحورا قائدا للذي يحبك حورا أنت زادي إلى الجنان ونوري قد نفيت اللعين زدت دحورا يا كتابا كفى العدا والعناء قد زغت الردى به والغناء يا كتابا كفى العدا والعناء قد رزقت الرضا به والغناء أنت أنسي سرا وجارا دواما بكؤسني على الإله سناء يا كتاب الكريم أنت حبيبي وخليلي وقبل كنت طبيبي أنت كنزي دنيا وأخرى وجاهي أنت عزي يا عز كل لبيبي أنت كنزي دنيا وأخرى وجاهي أنت عزي يا عز كل لبيبي
يا كتابا بي أناجي مجيبا ليقود الذي يسر النجيبا بقعرد إلى إرضى راض عن قريب يقود نحو عجيبا يا كتابا مع العذا والحجابا ليقود الإله فيك إجابا ولغيره ضرا وسوءا دواما وتقود للذي يدوم عجابا رمت تسليم مالكي عن صلاة للذي قده إليه مجيبا يسر لي ميسر العسير ما اختار لي بلا مسير ولا اللغين لسواي مدبرا بما على الذر يدوم بما على الذر يدوم دبرا ما توجه المكاره ليا باق حباب ذكره وهو ليا أنا رديد وعني رادي بلا مكاره ولا أمراد رد لغيري جاد الشيطانا من تيبل الممر والأوتانا رد لغير جاد اللعين يساق لغيرنا المعين أديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق هادنا قاد الإنهام قد ضيالي ما لو انبهام بدت لي اليوم برب الغيب أعاذني ممن خلوا وخيبوا لا يتوجه للنحو متعب أني محد مكاره وتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد القديم قد ثبت شكر لي ميسر العسير مقدار لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى محمد وعلى اله وصحبه واغفر لي ما عسيت واغفر لي والحال واحسن من المعاصي والحال مالي امين يا رب العالمين.